من ايام السينما الصامته وانت ما سمعتش عنه قبل كده، بس لو شفت حلقات الرحالي هتعرف ان الشخصيه اللي اتشهر بيها الرحالي والكشكش بيك دي عمل منها حاجات كتير زمان، مسرحيات كلها للاسف ما اتسجلتش. لكن عندنا فيلم اهو، فيلم صامت سنه 1931. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. صاحب السعاده كشكش بيك ده فيلم كوميدي، انتاجه سنه 1931 زي ما قلنا. وقت السينما الصامتة لسه ما كانش فيه صوت، وقتها كنت تدخل تتفرج على مشاهد بس كده من غير صوت. نزل سنة 31، وبعد كده بشوية نزل تاني سنة 9. نزل تاني في 9 أكتوبر 1933. الفيلم من إخراج ستيفان روستي. أنت متخيل الممثل هو اللي أخرج الفيلم؟ ودي ما كانتش أول تجربة ليه في الإخراج، ده كان تالت فيلم ليه يخرجه. أول تجربة ليه في السينما الناطقة بعد كده ستيفان روست يعني نجيب الريحاني وشرفنطح، وتدور الأحداث حول الصراع بين كشكش وجاره في مسابقة كبرى لأفضل الخيول. وده كان تالت فيلم لستيفان روستي في الإخراج كمان. الفيلم بتدور أحداثه حول صراع بين كشكش وجاره في مسابقة كبرى لأفضل الخيول. الفيلم اتعرض لمدة أسبوع كامل بدور العرض في السينمات تحت عنوان صاحب العزة كشكش بيك. وبعد كده اتعاد عرضه مرة تانية بعد إدخال شريط الصوت عليه. حطوا عليه صوت بعد كده سنة 1934 تحت عنوان حوادث كشكش بيك، واتغير أكتر من مرة. شوف اسمه كام مرة. طاقم العمل وقتها كان نجيب الريحاني، محمد كامل المصري اللي هو شرف أنطح، وستيفان روست كمان كان عامل دور، وحسين رياض، وممثلين كتير جدا يمكن ما تعرفهمش خالص بقى، عبد اللطيف جمجوم وسيد سليمان، فيوليت سيضاوي. واحداث الفيلم بتبص تفصيلا كده، احداث الفيلم عامله ازاي. كشكش بيك ده بيعيش في كفر البلاص، حته اسمها كفر البلاص، وهو عمده الكفر والحاكم بامره بقى هناك، وشخصيه متسلطه وليه مطلق التصرف في الكفر. وكان معروف عنه انه راجل بقى بيغازل النساء وبيحاول يتقرب اليهم، وعنده هوايه مهمه جدا وهي هوايه الخيل. وكان ليه جار بينافسه في نفس الهوايه اللي هو مين؟ كرشولي حسين رياض، وهو تركي الجنسية، وله ابنة شابة جميلة تدعى جولنار اللي هي أنصاف رشدي. وكان الكسكش بيك بقى صديق في القاهرة مختار عثمان، اللي هو قايم بدور مختار عثمان. بعت له جواب بيقول له إن في لجنة تحكيم وهنعمل مسابقة لأفضل الخيول، والجايزة هتبقى 2000 جنيه. طبعا كان رقم كبير جدا وقتها. فبتيجي لجنة من بره وفيها راجل أجنبي اللي هو عمل دوره ستيفان روستي، وبيتفق معاه بقى نجيب الريحاني إنهم يبعدوا حسين رياض عن المنافسة خالص، وإنه يمجد بقى ستيفان روستي. يمجد في مين؟ في كشكش بيك. فإنه يوهم بقى السائحات اللي جايين في اللجنة بإن كشكش بيك ده من الفراعنة، أصوله من الفراعنة، ودقنه بتطلع حاجة بركة إلهية كده، يعني فيها معجزة. والسائحات بقى وقتها صدقوا الكذب ده طبعا، وبدأوا يترموا في أحضان كشكش بيك ويغزلوه ويقعوا في غرامه يعني. لكن النهاية بأكتر من حيلة كده ينجح القراشولي أو حسين رياض بإنه يبعد المنافس بتاعه اللي هو كشكش بيك بره الكفر بالكامل، عشان يكسب هو لوحده المسابقة بتاعة الخيول. وبعد صراع كبير جدا منهم يبدأ يكسب الجايزة كشكش بيك، وبعد ما يكسبها يقسمها مع جاره اللي هو حسين رياض، ويجوزوا ولادهم بقى لبعض، ويعم السلام بينهم. في الآخر بتنتهي الصراعات الكتيرة اللي بينهم، وإلى إنهم بيبقوا صحاب في الآخر ونسايب يعني. عن شخصية كشكش بيك دي نجيب الريحاني بيقول إيه بقى في مجلة آخر ساعة 13 ديسمبر 1944، حسب المقالة اللي نزلت يعني في الوقت ده. بيقول نجيب الريحاني: ذات ليلة تمثلت لي في المنام شخصية كشكش بيه. لماذا لا أظهر هذه الشخصية العمدة الفالح الذي غادر الريف وذهب إلى المدينة وانغمس فيها، وبدأ بقى يعني يتعلم منها كل الأمور بتاعة الفهلوة والتجارة والمكسب، لحد ما يكتشف في الآخر إن حياة المدينة لا تصلح له ولا يصلح لها. كتب سكتش في الأول كده، حاجة صغيرة، اسمه كشكش بيه في مصر، من فصل واحد، مليان رقص وطرب وأغاني وسكتشات ونكت وكده. ونجح نجاح كبير جدا في القهوة اللي احنا قلنا كان بيعرض فيها نجيب الريحاني زمان. بعد كده طبعا السكتش ده ضرب،
بدأت الفرقة تكسب 40 قرش في اليوم الواحد، وبعد كده اتطور الموضوع لحد ما وصلت انها تكسب 14 جنيه في اليوم الواحد، من اقل من نص جنيه ل 14 جنيه. وبعد كده نجحت شخصية كشكش بيك ووصل الدخل مرة واحدة ل 314 جنيه في الشهر. وقال نجيب ريحاني وقتها ان انا خلاص بقيت ساري وبلعب بالفلوس لعب. وقتها طبعا ريحاني يبقى معاه فلوس كتير جدا، ما تفهمش يخسر، يشتري مسرح والدنيا تقع، الحرب تقوم بتاع، يرجع يفلس تاني، حياته كلها كده، يطلع وينزل تاني. بيتكلم بقى نجيب الريحاني عن فيلم صاحب السعادة كشكش بيك، ايه اللي هو نزل سنة 1930 زي ما قلنا او 31. بيقولوا ان هو الجمهور استقبله استقبال حافل. بيقولوا ان الجمهور استقبله استقبال حافل ونجح جدا وعمل دخل ضخم جدا للسينما وقتها. كان اغلب الفيلم طبعا ارتجال، مش كله مكتوب في السيناريو وكده. ومن وقتها ظهرت شخصية كشكش بيك دي، ويعني للأسف الشديد الفيلم ده مفقود، مش موجود أصلا. يعني احنا كان عندنا تجارب في السينما الصامتة، كان عندنا أفلام زي شارلي شابلن وكده، لكن للأسف محدش حافظ عليها خالص وما وصلتلناش. زي أفلام كتير جدا ممكن أعمل لك حلقة فيها ولا 3000 فيلم مفقود. وفي منهم أفلام لرشدي أباظة بالمناسبة، مش كلهم أفلام للريحاني. في أفلام لرشدي أباظة والشادية ومحمد فوزي مفقودة تماما، هجيب لك بوستراتها في مرة مش هتعرف أصلا. يعني هتزعل طبعا أول حاجة إن الأفلام دي مش موجودة، وأول ما هتقرأ اسم الأفيش بتاع الفيلم هتقول إنك عمرك ما سمعت عن فيلم بالاسم ده خالص قبل كده. هو فعلا هتبقى أسامي جديدة عليك خالص. دي كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش تشترك في قناه فرج الرسول، دوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه.